السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسميا انتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 صعد رسميا بعد انتصاره وهزيمة اي سي ميلان الإيطالي وطرده من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022. هو الآن في النهائي يستعد استعدادا تاما لمقابلة الفريق الفائز من مواجهة الليلة بين ريال مدريد الأسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي. الفريق الفائز هيواجه انتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023. هو في أشد التمرينات، بيتمرن كويس جدا يعني على اعلى امكانيات. هو حاليا بيجهز نفسه لمواجهة الفريق الفائز زي ما قلنا. فباذن الله تعالى احنا كان توقعنا في فيديو اللي هو احنا كنا متوقعين فيه الفرقتين اللي هيوصلوا لنهائي دوري ابطال اوروبا لموسم 2022-2023. كنا متوقعين ان انتر ميلان يوصل لنهائي دوري ابطال اوروبا، وزي ما توقعنا طلع صحيح، وفعلا وصل لنهائي دوري ابطال اوروبا لموسم 2022-2023 مواجهة. وكنا متوقعين طبعا الفريق الثاني من ريال مدريد الاسباني. طبعا ريال مدريد الاسباني عنده النهارده مواجهه قويه جدا 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 قصاد مانشستر سيتي. طبعا هتكون مباراه كبيره جدا ومباراه حماسيه. طبعا هتكون مباراه حلوه قوي عن بتاع مباراه امبارح اللي هي بتاع اي سي ميلان الايطالي وانتر ميلان الايطالي. بتاع ريال مدريد النهارده هتكون مباراه اقوى بكتير جدا، لان طبعا انتر ميلان كان يعتبر حاسم المباراه من دور الذهاب من دوري ابطال اوروبا. فلسه ريال مدريد كان متعادل طبعا الماتش اللي فات. فيعني الماتش بتاع النهارده هيكون ماتش اكثر اثاره شويه واكثر حماسا. طبعا المباراه النهارده هتكون في انجلترا، هيلاعب ريال مدريد مانشستر سيتي. طبعا المباراه هتكون الساعه 10 مساء باذن الله بتوقيت مصر طبعا وبتوقيت السعوديه. هتكون مباراه حماسيه جدا جدا جدا، ننتظر مباراه قويه جدا من الفريقين. وطبعا دي الحاجه الطبيعيه يعني ان المباراه زي كده تكون قبل النهائي في دور الاياب كمان، يعني تكون مباراه قويه جدا. دي حاجه يعني طبيعيه جدا وحاجه متوقعه يعني. فباذن الله ريال مدريد يقدر يحسم المباراه ويقدر يصعد للنهائي عشان يكون توقعنا صحيح. اما عكس ذلك فيكون مانشستر سيتي ويكون هو في النهائي، فيكون عندنا توقع غلط اللي هو بتاع مانشستر سيتي، بس يكون عندنا برضه في نفس الوقت توقع صحيح اللي هو بتاع انتر ميلان الايطالي في نهائي دوري ابطال اوروبا. فانا اتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى ان احنا نستمتع النهارده بمباراه قويه جدا بين ريال مدريد الاسباني ومانشستر سيتي الانجليزي. باذن الله تعالى يقدر ريال مدريد يحسم المباراه، يعني عشان بس المشجعين محدش يزعل ولا حاجه، او مانشستر سيتي يحسم المباراه الفريق اللي يحسم عادي. بس عشان انا كنت اتمنى يعني ان ريال مدريد يفوز او يحسم المباراه، لان يكون توقعنا صحيح مش اكتر يعني. فباذن الله النهارده نستمتع بمباراه قويه جدا 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 بين الفريقين. ويا ريت تنزل تكتبوا لنا تحت في التعليقات توقع كيش مباراه النهارده. توقع تحت في الكومنتات، يعني انت شايف ان ريال مدريد مثلا هيكسب النهارده باذن الله، وشايف ان مانشستر سيتي هيكسب النهارده. انزل اكتب لنا في التعليقات، وصاحب التوقع الصحيح هيبقى نظهر ان شاء الله هنظهر الكومنت بتاعه في الفيديو الجاي باذن الله. ولو كتبت تحت في الكومنتات يعني الفريق اللي هيفوز وكتبت النتيجه، يعني مثلا توقعت ان ريال مدريد هيفوز مثلا 1-0 او 2-0، او مانشستر سيتي هيفوز 1-0 او 2-0، فان توقعك طلع صحيح وفي نفس الوقت عدد الاهداف اللي انت كتبته صحيح، فباذن الله يكون لك معانا جايزه باذن الله نكسبك معانا على قناتنا على اليوتيوب. ما تنسوش بقى تنزلوا زي ما قلت لكم، تنزلوا توقعوا تحت في التعليقات. وان شاء الله النهارده نشوف مباراه قويه جدا جدا جدا. وزي ما قلنا الف مبروك انتر ميلان لصعوده الى نهائي دوري ابطال اوروبا لموسم 2022-2023. طبعا بعد فتره غياب طويله جدا من الفرق الايطاليه، ما شفناش فرقه ايطاليه من زمان في نهائي دوري ابطال اوروبا. فيعني ان يكون الموسم ده فرقه في النهائي مش في قبل النهائي كمان فرقه في النهائي، فدي حاجه كويسه جدا جدا جدا. وطبعا فرحه كبيره جدا لجميع الناس الايطاليين المشجعين او كلاعبين او كاداره. فكله طبعا فرحان وهيكون مستني المباراه القادمه باذن الله لانتر ميلان والفريق اللي هيواجهه من ريال مدريد، سواء كان ريال مدريد او مانشستر سيتي الانجليزي. فاحنا باذن الله ننتظر النهارده مباراه قويه جدا زي ما قلت لكم. وبس كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. ما تنساش نطلع من الفيديو، تعمل الفيديو لايك وشير وكومنت وتشترك في القناه انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس وتصلي على الرسول وتذكر ربنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.